السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام مالك، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بيكم في قناتي، قناة احلى اكلة من مطبخي. مشرفيني ومنوريني بوجودكم دايما في القناة معايا. اول حاجة عايزين نعملها زي ما احنا متعودين، ما ننساش ان احنا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني حاجة، اوعي تنسي تحطي لي لايك للفيديو وتعملي لي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس، عشان كده انا نفسي القناة تكبر كده وربنا يكرمني فيها كده واقدر ان انا فعلا احصد لنتيجة تعبي والله. ويلا بينا نخش بسرعة بسرعة على الفيديو نشوف هنعمل ايه. طبعا اول حاجة كده بداية، انا كنت نازلة الصبح الفرن، يعني كنت بجيب العيش وكده. فطبعا بقول الصبح لان احنا مش مسجلين في نفس اليوم، يعني انا بسجل لكم دلوقتي بالليل، والكلام ده كان الصبح يعني. فكنت جايبة عيش بقى من الفرن، وكان عندي طعمية مطلعاها من الفريزر، وكانت فكة وكانت جميلة كده، وقمت جاية قلياها وحطيت عليها سمسم وزي الفل زي ما انتوا شايفينها كده، وشوية مخلل مشكل وشيبسي. وكمان اللي معايا في البرطمان ده كان ملح مبهر. كنت عاملاه معاكم في القناة لما قلت لكم عملنا سندوتشات طعمية او اي حاجة كده، فهو موجود معايا. بس اعمله في حاجات كتير، برش منه على بطاطس مقلية، بحط منه بعد ما بعمل مثلا سندوتش الطعمية ده برش شوية كده. موجود في البيت ووجوده حلو وبيفتح النفس كده، يعني لان احنا عاملينه مبهر عليه توابل كتير وشطة وكده، فطعمه بيبقى حلو. المهم الحمد لله فطرنا وشربنا الشاي. طبعا جوزي في الشغل ما بيفطرش معانا. وبعد ما فطرنا رحت جايه عامله ايه بقى، نازله السوق. بنزل انا بقى شويه الحاجات اللي بتبقى ناقصاني للخفافي دي، بنزل انا اروح اجيبها واجي. فزي ما انتوا شايفين اشتريت شويه الحاجات الخفيفه اللي قدامكم دي. طبعا جبت البتنجان الاسمر، كنت عاوزه اعمل مسقعه بلحمه مفرومه، فجبت البتنجان اللي هو الصغير ده. لكن لو هتعملي بابا غنوج او هتشوي، هتجيبي اللي هو البتنجانه الكبيره، عشان طبعا الشويه على البوتاجاز او في الفرن. البتنجان ده كنت جايبه الاتنين كيلو، كانوا ب5 جنيه. تمام، جبت 2 كيلو. وكمان جبت اللي هو البتنجان الابيض ده، كان مش فاكره كان كيلو ونص ولا كيلو وربع. بقول لكم هنا البتنجانه التقيله ما تشتروهاش عشان بتبقى مبزره. وال2 كيلو ب5 جنيه. والبتنجان ده مش فاكره كان كيلو وربع ولا كيلو ونص ب5 جنيه، مش فاكره بصراحه. بس الكبير ده انا بحب اجيبه واقطعه كده يعني. وجايبه الشطه ديت الحمرا ديت، اللي هو الباقي لسه في الكيسه من تحت، عشان خاطر اللهم صل على سيدنا محمد. هعملهم هعمل دقه بتوم وكده للبتنجان للفلفل للسمك. دقه يعني تبقى موجوده عندي في التلاجة. بقيته تحت اهو بقول لكم. وجبت دولت شويه الفلفل دول عشان خاطر هعملهم مخلل. عندي شويه شرش جبنه، فهعملهم هاخد شويه احطهم على الليمون، وشويه هعملهم في شرش الجبنه. بس مش هحط كتير على الليمون، لان الفلفل ده او الفلفله دي بيبقى طعمها حلو قوي قوي في الشرشه بتاع الجبنه الدوب. بس يا حبايبي، ولقيت بقى شويه باميه كده مع ست في السوق. هم دول الشويه اللي كانوا معاها، ادتهم لي الكيلو ونص ب10، كانوا 3 كيلو بس. وجبت شويه المخلل دول بقى، جبت مخلل وجبت بصل، ده اللي هو مشكل، لفت وشطه وجزر وليمون، مشكل يعني. وجبت كمان بصل، وجبت الكوسة دي اهي، عشان خاطر برضو عايزة اطبخ في يوم كده صينية كوسة، بعملها بكفتة وبعمل معاها رز حباية وحباية، بتبقى طعمها حلو. ان شاء الله ان شاء الله هنصور مع بعض بإذن الله. مش عارفة والله، انا ساعات بحس ان انا مش بيجيلي نفس ان انا اشتغل كده في القناة، لاني والله بتعب ومش بلاقي، يعني مش بلاقي مشاهدات اللي تيجي قد تعبي والله. فبالله عليكم لو وصلتوا لهنا ما تنسوش تحطوا لي لايك وتعملوا مشاهدة للفيديو، لان اللايك برضو بيرفع الفيديو معايا. ودي ملوخية كنت جايباها برضو عشان هعملها في الفريزر. دخلت بقى خلصت كده المشتريات معاكم، وقمت جاية داخلة على المطبخ. كنت شاوية سمك في اليوم ده على فكرة، بس مش عارفة نسيت اوريهولكوا باين. المهم رحت جاية داخلة على اوضة النوم بقى، هي اللي كان عليها الدور النهاردة في الترويق وكده.
روقت الادراك، كان فيها ورق كتير قوي، مش عارفه منين الورق ده. بس ملوكه قعد يعني اديته كيسه وقلت له اقعد لم الورق اللي على الارض ده بقى على ما اخلص كده ايه اللي حواليه، لان بصراحه انا يعني ظهري تعبان، مش بقدر ان انا اوطي كتير يعني. الحمد لله الحمد لله بقدر اقوم بشغل بيتي وكل حاجه، بس ببقى محافظه واخده بالي يعني. بس يا حبايبي اهو ملوكه بقى قاعد يلم اللي على الارض وانا برضو بوضب حواليه كده. هيقول لكم حطوا لماما لايك بقى، ما تنسوش تحطوا لماما لايك علشان تلاقي النتيجه لتعبها بجد. حطوا لايك عشان خاطر ملوك. بيلم اهو، ربنا يحميه. لازم تعودي ولادك ان هم يساعدوكي في البيت. ما يبقاش كل حاجه على دماغك لوحدك، هو كده كده كل حاجه على دماغنا لوحدها، بس لازم تعودي ولادك برضو ان هم يساعدوكي في البيت. وهنا بقى حبيت ان انا اعمل الدولاب، يعني عليه كراتين وعليه حاجات. هي طبعا الحاجات الكراتين مش فاضيه، يعني ده فيها الدفايه طبعا. خلاص الجو دلوقتي لسه يعني مش ساقعه، هننزلها خلاص اهو، بس لسه الجو مش ساقع يعني. وظبطت الدولاب ورحت جايه بقى داخله على المطبخ. زي ما قلت لكم انا كنت شاويه سمك، وجبت مش عارفه انا ما وريتكوش السمك والجرجير ليه مش عارفه. المهم طلعت عيش. يعني في عندنا اللي ياكل سمك بعيش وفي اللي ياكل سمك برز. وكنت جايبه جرجير بقى هغسله، بس بصراحه خلاص بقى كنت محتاجه كوبايه شاي. وقفت كده اعملها، قلت اما اقف اعملها واظبطها على ما اشوف هعمل بقيه الاكل. يعني لسه ما عملتش الرز، لسه هعمل. خلوا بالكم لو مركزين معايا، انا غيرت الاسدال كذا مره، لان اول مره طبعا كان في شويه مواعين في الحوض وكده شطبتها فالاسدال اتبل. تاني مره لما جيت نزلت ورجعت غيرت الاسدال طبعا وبس. ولبست بقى الاسدال ده بصور بيه بقى اهو. هصب بس كوبايه الشاي كده، لازم كوبايه الشاي دي بقى الواحد يفصل بيها، لان الواحد تحسه انه اليوم بيبقى مليان وربنا يعيننا يعني. فلازم حاجة تظبط دماغنا كده بقية اليوم عشان نقدر نكمل لبقية اليوم اهو. بس كده هحطها بقى واروح اشربها. وهرجع بقى معاكم اقلي الفلفل اللي انا مطلعاه ده، وهقلي البتنجان والسمك اهو. بصوا اللي انا بقول لكم انا شاويه، كان الكيلو ب15 تقريبا، او كان الكيلو ب15. فانا جبت 3 كيلو، لان كده كده المشوي ده انتوا عارفين ان يعني بيطلع نصه بيترمى، مش بيتاكل غير الظهر بس. ودي الدقه اهيت، كانت اخر حاجه في الدقه بقى، عشان كده قلت لكم انا جبت فلفل احمر عشان اعمل دقه. بس يا حبايبي وهعمل بقى شويه سلطه، وخدت فلفلتين عشان ايه اعمل السلطه يعني. بس وهروح بقى اروح ايه هعمل ايه وانا ملخبطه كده ليه. المهم ان انتوا تكونوا مركزين وخلاص معايا. ده رز، دول شويه شعريه كانوا باقيين عندي يعني. وده رز لان كان الرز اللي عندي خلاص خلص، فجبت الرز ده من السوق على ما ان شاء الله هنزل اجيب شكاره 25، هي اللي بتقعد معايا ويعني وبتظبط لي الدنيا شويه. هجيب شكاره رز 25 باذن الله، وهجيب شكاره مكرونه بس. وهروح بقى انا هعمل الرز وهنشوف الغدا بتاعنا. خلاص يا حبايب قلبي خلصت الرز دهوت. عملت الرز بشعريه، كنت هعمله رز بطماطم بس بصراحه قلت خلاص الشعريه اهيت قدامي يعني، رحت جايه عاملاه. وادي السمك وشويه السلطه البلدي الجمال اللي بيبقى مع السمك ده، والفلفل قليته والسمك اهوت بقيت التاني. وادي البتنجان، وغسلت الجرجير. وهنروح نتغدى.